السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح الدرس الثالث من الدي ان ايه. هو هيكلم عن ايه؟ التقسيمه الرئيسيه 3 حاجات اللي هم ايه؟ اللي هم دي ان ايه في اوليات وحقيقيات النواه. دي ان ايه في اوليات وحقيقيات النواه. تاني حاجه تركيب المحتوى الجيني، بعد كده التفرد. طيب تركيب المحتوى الجيني بعد كده التفرد. طيب دول الثلاث اجزاء رئيسيه في الدرس. انت عندك الدي ان ايه بيكون لو فردته بيكون طويل جدا. يعني عندك مثلا بكتيريا، الخلايا البكتيرية بيكون حجمها اصلا 2 او حجمها 2 مايكرون. طيب شريط الدي ان ايه او لو فكيت خيط الدي ان ايه ده هتلاقي طوله بيتراوح من 1.4 مليمتر تقريبا. ده طول خيط الدي ان ايه لو فردته. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول لك ان الخليه اللي هي البكتيريا مثلا اللي هي 2 مايكرون، الدي ان ايه بيكون بيشغل 1/10 من حجمها. يعني الدي ان ايه اللي هو طوله 1.4 مليمتر بيشغل 1% بس من خليه حجمها 2 مايكرون. طب ازاي؟ اقول لك ان الدي ان ايه ده ما بيكونش مفروض جوه الخليه، لا بيكون مكثف، بيكون ملتف حوالين بعضه. و على شكل هو طبعا بيبقى في فرق بين الاوليات والحقيقيات النوويه، لكن في الاتنين بيكون مكدس وملتف حوالين بعض. طيب الفرق بين اوليات النواه وحقيقيات النواه في الدي ان ايه ان عندك اوليات النواه بيكون الملتحم النهايتين، الدي ان بتاعها ملتحم النهايتين، اما حقيقيات النواه بيكون غير ملتحم النهايتين. فانت عندك خلايا بكتيريه من اوليات النواه، الدي ان ايه هيكون سايح في السيتوبلازم ولكن متصل بغشاء الخليه، والمنطقه دي بيبدا عندها تضاعف الدي ان ايه، يبقى متصل بنقطه اهي في الخلايا البكتيريه، النقطه دي بيبدا عندها تضاعف الدي ان ايه وملتحم للنهايتين زي ما انت شايف. اما الدي ان ايه في حقيقيات النواه فهو مش عايم في السيتوبلازم، لا ده هو جوه نواه، او بمعنى ادق محاط بغشاء نووي. يعني دي خليه هتلاقي جواها نواه. بعد كده اقول لك ان الدي ان ايه جواها، والدي ان ايه اللي جواها بيكونش ملتحم النهايتين، لا ده بيكون اسمها ايه، غير ملتحم النهايتين. يعني هتلاقي مجموعه هيدروكسيل على كل طرف، هتلاقي في مجموعه هيدروكسيل حره، فالدي ان ايه اللولب بيكون عنده مجموعتين هيدروكسيل حره. لو عارف تركيب ده الدي ان ايه من الدرس اللي فات هتفهم قصدي، ويا ريت تراجع الدرسين اللي فاتوا قبل ما تسمع الفيديو ده. طيب كده هتلاقي عندك سلسله اللي هي احياء ثانويه عامه 2025، يعني خش اتفرج عليها. طيب فانا عرفت الدي ان ايه في اوليات النواه. في حاجه عندك اسمها بلازميد. ايه البلازميد ده؟ جزيئات صغيره دائريه من الدي ان ايه، حلو، بتكون موجوده في اوليات النواه. بيكون موجود واحد ده او اكتر من او ايه البكتيريا مثلا هتلاقي في دي ان ايه عايم جواها ومتصل بغشاء الخليه، وهتلاقي في حاجه اسمها بلازميد. قطعه البلازميد دي جزيئات من الدي ان ايه، بس اللي هقوله كمان شويه في التركيب الجيني للدي ان ايه ان هو خيط من الدي ان ايه بيلف حوالين بروتين، حلو. اما البلازميد قطع من الدي ان ايه بس لا يتعقد بوجود بروتين. يعني دي ان ايه بس ما بيتعقدش بوجود بروتين. عشان كده بقول لك انا لسه هكمل في تركيب المحتوى الجيني، هقول لك ان الدي ان ايه اصلا بيلف حوالين بروتينات هستونيه، حلو. اما البلازميد قطعه من الدي ان ايه لا تتعقد بوجود بروتين معه، جميل، موجود واحده او اكتر في اوليه النواه. طب في حقيقه النواه قال لك مش موجود، بس ثبت ووجدناها في فطر الخميره، حلو. انما باقي حقيقه النواه مش موجود فيها بلازميد. طيب استفاد من البلازميد ده بايه؟ بدخل حاجه اسمها بلازميدات صناعيه. يعني ايه؟ انا عايز اضاعف البلازميد ده، بدخل بلازميد صناعي مع خلايا بكتيريه، حلو، والدي ان ايه بتاعها عايم جواها، ماشي. طبعا هو متصل بنقطه عشان بيبدا من عند التضاعف، فلما الخلايا دي تتضاعف تديك 2،
خليتين فيهم الدي ان ايه وفيهم البلازميد، يعني اللي انا اقصد اقوله ان ده بلازميد مثلا معين، بس ده بلازميد صناعي اللي هو انا اللي حاطه. فلما الخلايا تتضاعف هتتضاعف ومعاها البلازميد هيتضاعف، يعني تديك خليتين والبلازميد بتضاعف والدي ان ايه موجود جواها. طبعا بيتصل بغشاء. في حاجه مش عليك بس، يعني انا مش انا قلت لك قبل كده ان الدي ان ايه ده بيكون، يعني لو افترضت ان دي خليه بكتيريه الدي ان ايه بتاعها هيكون عايم في السيتوبلازم بس متصل عند نقطه، خليها نقطه مش نقطتين مش هتفرق، بس كنص كتاب المدرسه قال لك نقطه. طيب ادي نقطه اتصال الدي ان ايه بتاع الخلايا البكتيريه بالغشاء، عشان النقطه دي يبدا من عندها اضطراب. جه قال لك خلايا بكتيريه ساعه البكتيريوفاج في الدرس اللي فات، قال لك ان البكتيريوفاج ادي خلايا بكتيريه الدي ان ايه بتاعها اهو، وفي بكتيريوفاج جاي عليها، ما علينا من رسمه البكتيريوفاج يعني بكتيريوفاج جاي عليها ماشي. طيب الدي ان ايه اللي جواها ده هل متصل بالغشاء؟ لا. هل كتاب المدرسه غلط في الرسمه بتاعته؟ اقول لك برضو لا. انا عارف ان الدي ان ايه بتاع الخلايا البكتيريه بيكون متصل بالغشاء البلازمي عشان النقطه دي بيبقى عندها اضطراف، بس في حاجه مش عليك ان هو مش دايما متصل. انا لما باجي ابدا اضطراف بيكون الدي ان ايه ده متصل بنقطه، لازم يكون متصل بنقطه عشان اعرف ابدا اضطراف من عندها، من عند النقطه دي. اما كوجوده، يعني لو اجيب لك سؤال قلت لك هل الدي ان ايه متصل عند نقطه بالخلايا البكتيريه دائما، اقول لك لا، النقطه مش عليك، دي حاجه بعيده بس. نص كتاب المدرسه او الرسم كتاب المدرسه مش غلط بس مش اكتر، انما كمعلومه فما تاخدهاش. تمام. طيب هي الفكره بس ان هو مش دائما، يعني مش في كل الحالات بيكون متصل، لا ممكن يكون بيتسايب عادي مش متصل، بس لما اجي ابدا اضطراف لا ابدا من النقطه المتصل بيها عند الغشاء البلازمي. اتمنى تكون معلومه واصله لك يعني. طيب انا قلت ايه؟ قلت البلازميد ماشي، قلت اهميه البلازميد والكلام ده كله. طيب قلت لك فوائد النواه، الخلايا البكتيريه بتحتوي على واحده او اكتر من البلازميدات، اما في حقيقه النواه مش موجود بس غير في فطر الخميره. جميل جميل. طب انا دلوقتي قلت لك اوليات وحقيقه النواه. طب في حاجه اسمها عندك، او في حاجه عندك اسمها اوليات حيوانيه، مش اوليات نواه، لا اوليات حيوانيه. طيب انا قلت لك ان اوليات النواه الدي ان بتاعها عايم في السيتوبلازم، حقيقه النواه الدي ان بتاعها بيكون محاط بغشاء نووي او بمعنى اصح جوه نواه، وبيكون غير ملتحم الناحيتين، وبيبدا يتراوح من عند اي نقطه موجوده عليه. طيب اما ولايات النواه او ولايات النواه بتكون، او نقطه التضاعف بتكون النقطه المتصله بالغشاء البلازمي، نقطه اتصال الدي ان ايه بتاع الخلايا البكتيريه بالغشاء البلازمي. طيب ايه هي اوليات النواه؟ اوليات الحيوانيه دي اوليات اسمها اوليات حيوانيه، يعني كائن حي بس عنده خليه واحده. حلو. اوليات النواه دي عباره عن حقيقيات، اوليات حيوانيه اقصد، الاوليات الحيوانيه عباره عن حقيقيات نواه، يعني الاوليات الحيوانيه مش اوليات نواه، لا هي حقيقيات نواه ولكنها اوليات حيوانيه عشان عباره عن كائنات حيه وحيده الخليه، يبقى دي وحيده الخليه. جميل. هو الاثنين وحيده الخليه، يعني اوليات النواه برضه وحيده الخليه، بس ايه الفكره ان في الاوليات الحيوانيه حقيقيات نواه، فالاوليات الحيوانيه الدي ان بتاعها غير ملتحم النهايتين، الدي ان بتاعها موجود في غشاء نووي ماشي، بيبدا يتضاعف من عند اي نقطه موجود عليه. زي مين ومين؟ قال لك الاميبا. الاميبا عباره عن خليه واحده اوليات حقيقيه، اوليات قصدي نواه، اوليات حيوانيه، هي حقيقيات نواه مش اوليات نواه، يعني الاميبا حقيقيات نواه بس اوليات حيوانيه وليست اوليات نواه. في اوليات نواه وحقيقيات نواه. اوليات النواه غشاء بتاعها او الدي ان ايه ملتحم النهايتين موجود جوه او سايح في السيتوبلازم، بيبدا يتراوح من عند نقطه اتصال الدي ان ايه ده بالغشاء البلازمي. حلو. طب اوليات النواه زي ايه؟ زي البكتيريا والنستك. النستك انا كاتبها غلط مش تفرق، بكتيريا والنستك. النستك
مكتوبة صح مش مهم. طيب الحقيقات النووية، حقيقات النووية في منها عندك حاجة اسمها أوليات حيوانية اللي هي حقيقات نووية ولكنها وحيدة الخلية، زي الأميبا، زي البروميسيوم، زي التريبانوسوما، أميبا، بروميسيوم، تريبانوسوما وغيره. في واحدة كمان مش تفرق يعني، أولاد حيوانية اللي هي وحيدة الخلية. حلو، يعني الدي ان بتاعها موجود في غشاء بلازما. حلو، يعني الدي ان ايه غير ملتحم النهايتين، بيبدأ الترافع عند أي نقطة. حلو، زي أميبا، بروميسيوم، تريبانوسوما والبلازموديوم. ماشي. طيب انا عايز اعرف حقيقيات النواه بالتفصيل. انا قلت لك اوليات النواه وخلصنا، عايز اعرف حقيقيات النواه عشان يديك تمهيد لتركيب او المحتوى الجيني، طيب حقيقة النواه دي قال لك كائنات حية تحاط المادة الوراثية بغشاء نووي. حلو، عندك في الخلايا البشرية، الخلية البشرية الدي ان ايه بتاعها مش 46 جزيء. والله، ولان الخلايا البشرية جواها نواة وفيها ميتوكوندريا وعضيات، بس اللي عليك هو ان الميتوكوندريا فيها دي ان ايه خاص بيها. ماشي، والميتوكوندريا وعلى الناحية التانية الخلية بس من نبات، هتلاقي فيها بلاستيدات خضراء، هي نفس وظيفة الميتوكوندريا او مش نفس الوظيفة بس هي عكسية معاها، فهي نفس الايه، نفس الفكرة يعني. طيب فانت عندك اللي اقصد اقوله ان عندك 46 جزيء دي ان ايه في نواة الخلية البشرية، وليست الخلية البشرية في نواة الخلية، يعني النواة بس هي اللي جواها 46 جزيء دي ان ايه. اما الميتوكوندريا والبلاستيدة الخضراء قال لك دول ايه، الميتوكوندريا والبلاستيدة الخضراء قال لك فيهم دي ان ايه. ما انا عارف ان فيهم دي ان ايه، بس الدي ان ايه بتاعهم شبه البكتيريا. يعني ايه شبه البكتيريا؟ هي مش البكتيريا دي اوليات نواه، يعني الدي ان ايه بتاعها عايش سايح في السيتوبلازم، يعني ملتحم النهايتين. القلم بيقع، ملتحم النهايتين. يعني النواه فيها 46 جزيء دي ان ايه، النواه البشريه، اما الخلايا البشريه فيها اكتر من 46 جزيء دي ان ايه. الميتوكوندريا فيها دي ان ايه، بس الدي ان ايه اللي في النواه غير ملتحم النهايتين. الدي ان ايه اللي في الميتوكوندريا او البلاستيدة الخضراء بيكون ملتحم النهايتين او بيشبه البكتيريا، بيشبه الدي ان ايه اللي موجود في البكتيريا اللي هو ملتحم النهايتين يعني. طيب انا عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك تركيب الصبغي. قال لك والله انت عندك الكروموسوم، في كروموسوم احادي وكروموسوم ثنائي. كروموسوم احادي وثنائي. احادي ايه وثنائي؟ احادي الكروماتيد او ثنائي الكروماتيد، لان الكروموسوم او الصبغي اكس بيكون ده كروماتيد وده كروماتيد. فلو جبت لك كروماتيد واحد يبقى ده كروموسوم احادي الكروماتيد، لو جبت لك كروماتيدين يبقى ده كروموسوم ثنائي الكروماتيد. الفكرة النوع ده بيكون موجود امتى وده بيكون موجود امتى؟ احادي الكروماتيد بيكون موجود في الطور الانفصالي، او بص خلينا نجيبها بالترتيب. انت عندك انقسام الخلية. حلو، فمن بداية انقسام انت عندك انقسامين ميتوزي وميوزي، فلو هتقول من بداية الانقسام الميتوزي لحد الطور الاستوائي بيكون الكروموسوم ثنائي الكروماتيد. حلو، الانقسام الميوزي بس الاول والتاني لحد الاستوائي. يعني ايه؟
الملخص، الكروموسوم عندك امتى بيكون ثنائي الكروماتيد؟ حلو. انقسام ميوزي اول ولا ميتوزي قصدي ولا ميوزي؟ قلت لك ميتوزي وميوزي. ماشي. ميوزي اول ولا ميوزي ثاني؟ حلو. يعني انا الكروموسوم ثنائي الكروماتيد في الميتوزي امتى؟ من بداية الانقسام حتى الطور الاستوائي. مش هطلب عليك تعرف الكروموسوم الطور الاستوائي ولا لا، بس انت المفروض تكون عارفها. اللي هو استوائي بيكونوا في خط من النص كده الكروماتيدات ماسكه في بعضها، لكن يجي انفصالي ينفصلوا عن بعض الكروماتيد في بعض عشان تنقسم الخليه ويديك خليتين. يعني انا بقولها اختصار يعني مخيل. يبقى انا عرفت ان الكروموسوم ثنائي الكروماتيد لما بيكون او في الانقسام الميتوزي من بدايه الانقسام الميتوزي لحد الطور الاستوائي، وفي الانقسام الميتوزي الاول كله، وفي الانقسام الميتوزي الثاني حتى الطور الاستوائي بيكونوا الكروموسوم ثنائي الكروماتيد. طيب امتى يكونوا حالة الكروماتيد؟ في الانفصالي، سواء او انفصالي النهائي من الميتوزي والميتوزي الثاني او الميوزي الثاني. مفيش حاجه اسمها ميتوزي تاني اصلا. طيب يبقى الكروموسوم احاد الكروماتيد في الميتوزي، الباقي ميتوزي. يعني انا قلت من بدايه الانقسام لحد الطول الاستوائي ثنائي الكروماتيد. طيب الانفصالي والنهائي يعني ميتوزي انفصالي في الطور الانفصالي والنهائي بيكون احاد الكروماتيد. طيب في الميوزي الثاني بيكون احاد الكروماتيد، بيبقى اسمه الكروموسوم البنوي. الكروموسوم البنوي. حلو. طيب انا سبق وقلت لك ان في حقيقة النواة الدي ان بيلتف حوالين بعضه. طيب وفرقت لك ان عندك حاجة اسمها بلازميد، وساعتها قلت لك ان البلازميد ده دي ان ايه بس غير معقد بالبروتين، لاني هشرح ان الدي ان ايه بيكون معقد بالبروتين بعد كده. طيب مش انا قلت لك ان الكروموسوم ثنائي الكروماتيد او في حاجة اسمها كروماتين بمعنى صح. يعني الصبغي بيلتف حوالين بعضه مكون حاجة اسمها الكروماتين. طيب ايه هو الكروماتين؟ جزء من الدي ان ايه ماشي التف حوالين بعضه او التف حوالين مجموعة من البروتينات. يعني في عندك بروتينات هستونية، وبروتينات غير هستونية. يعني ايه بروتينات هستونية بروتينات هستونية، ويعني ايه بروتينات غير هستونية؟ البروتينات الهستونية هي بروتينات تركيبية، أما الغير هستونية عبارة عن نوعين من البروتينات، في تركيبية وفي تنظيمية. حلو. البروتينات الهستونية مجموعة من البروتينات التركيبية بتعمل ايه؟ بتوجد في كروماتين الخلية. حلو. تحتوي على مجموعتين من الحمض الأميني، يعني بتحتوي على قدر كبير من الحمضين الأمينيين الأرجينين واللايسين. حمضين أمينيين قاعدين الأرجينين واللايسين. فأنا عرفت إن البروتينات الهستونية مجموعة من البروتينات التركيبية اللي موجودة بكميات كبيرة أو في أي خلية، وبتحتوي على قدر كبير من الحمضين الأمينيين حمض أميني أرجينين واللايسين. يبقى حمضين أمينيين الأرجينين واللايسين. حلو.
اي حمض اميني في مجموعة الكايل ما عدا نوع من الحمض الاميني، ما عدا نوع واحد قصدي من الاحماض الامينيه مجموعة الكايل متبدلة بذرة اتش، بس ما علينا. الارجينين والليسين فيهم مجموعة الكايل. حلو. مجموعة الالكايل دي بترتبط بشدة مع البي، او بمعنى اصح مجموعة الفوسفات اللي كانت موجودة فين؟ اللي كانت موجودة في سي 5 في النيكوليتيدة بتاعت الدي ان ايه. يبقى الار مجموعة الالكايل دي خلي بالك موجبة الشحنة، والفوسفات بتكون سالبة، مجموعة الفوسفات سالبة. حلو. فانت عندك مجموعة الالكايل الموجبة ترتبط بقوة مع مجموعة الفوسفات السالبة اللي على جزيء الدي ان ايه. حلو. يعني انا عندي الشريط دي ان ايه التف حوالين مجموعة من البروتينات الهستونية. اركنها بقى على جنب، هحتاجها كمان شوية. طيب البروتينات الغير هستونية قلنا في تركيبية وفي تنظيمية. قال لك والله التركيبية بتدخل في بناء تركيب محددة في الدي ان ايه، اما التنظيمية بتشوف الدي ان ايه ده او الار ان ايه والبروتين بيمثل شفرة ولا لا، او الدي ان ايه بيمثل شفرة لبناء ار ان ايه او بروتين او لا. فاهم قصدي؟ حلو. يبقى التركيبية تخش في تركيب بعض او محدده، يعني تدخل في تركيب محدده وبتلعب دور رئيسي في التنظيم الفراغي لجزيء الدي ان ايه داخل النواه. حلو. من اساميهم تركيبيه بتخش في تركيب محدده بتحدد الشغل الفراغي للدي ان ايه داخل الخليه او داخل النواه. التنظيميه بتشوف اما او الدي ان ايه ده اما يمثل شفره او لا، فالدي ان ايه ده هل يمثل شفره لبناء ار ان ايه وبروتين ام لا. دي وظيفه البروتينات التنظيميه اللي هي بروتينات غير هستونيه. حلو. ايه اللي بيحصل؟ تكثيف الدي ان ايه في الانسان. ازاي بكثف الدي ان ايه ده؟ لان طوله انا لسه قايل لك ان هو كبير، يعني الدي ان ايه في الانسان لو فردته هتلاقيه 2 متر. طول الدي ان ايه في الانسان 2 متر. الخلية بتاعت البشرية هتلاقي من 2 ل 3 مايكرون. يبقى حجم الخلية 2 ل 3 مايكرون. 2 ل 3 مايكرون. عندك طول خيط الدي ان ايه لو فردته هتروح طوله 2 متر، فبالتالي لازم اكثف الدي ان ايه ده عشان يدخل جوه الخلية. حلو. ازاي بكثفه؟ بيجي خيط الدي ان ايه، خيط من الدي ان ايه يلتف حوالين مجموعة من البروتينات الهستونية. دي مجموعة من البروتينات الهستونية التف عليها خيط الدي ان ايه. طيب ماذا بعد؟ اسمها نيوكليوسومات. حلو. اسمها نيوكليوسومات. يبقى انا عندي خيط الدي ان ايه، خلي بالك خيط الدي ان ايه ده اللي هو لولب مزدوج اللي انا شفته قبل كده، السلم ده اللي 10 درجات او 20 نيوكليدات في الخيطين، يعني في اللولب المزدوج، او 10 نيوكليدات في الخيط الواحد، هي نفس الفكره. ما علينا. ده الخيط، هو ده الخيط اللي بلفه حوالين مجموعه من البروتينات الهستونيه. ماشي. لفه ورا لفه ورا لفه اسمهم نيوكليوسومات. ماشي. يبقى خيط دي ان ايه التف حوالين مجموعه من البروتينات الهستونيه، باكد عليها بروتينات هستونيه. طيب بعد كده اللفه دي اصلا بتقلل طوله ل10 مرات. طيب انا عايز اقلله ل100,000 مره عشان ادخله جوه الخليه. ماشي. النيوكليوسومات بتلتف مرة أخرى عشان تكون حاجة اسمها نيوكليوسومات ملتفة، اللي هو إيه؟ بكدس يعني أنا مش عارف أرسمها بالظبط، بس هو إيه؟ أنا عايز أوضح لك الفكرة. هي بتلتف بقى، بتقعد تلتف كتير حوالين بعضها، بتتكدس، يبقى نيوكليوسومات بس ملتفة.
يعني لفيت خيط الدي ان ايه حوالين بروتين، كونت حاجه اسمها نيوكليوسومات، كذا لفه اسمهم نيوكليوسومات، كذا لفه دول ضغطتهم مع بعض كمان يبقى نيوكليوسومات ملتفه. حلو، يعني انا خيط الدي ان ايه لما التف حوالين مجموعه البروتينات الستونيه قللت او كثفته 10 مرات، بس انا عايز اكثفه 100,000 مره عشان يدخل جوه الخليه او جوه النواه بمعنى ادق. طيب بلف نيوكليوسومات بخليها نيوكليوسومات ملتفه بقلله اكتر، بس ده مش كافي. اعمل ايه؟ تيجي وظيفه البروتينات التركيبيه غير الهستونيه، بتعمل ايه؟ بتكون حاجه اسمها نيوكليوسومات ملتفه او خيط من الكروماتين. هي بروتينات تركيبيه. حلو، انا قلت وظيفتها ايه؟ بتلعب دور هام في تحديد شكل فراغي للدي ان ايه. هيجي دورها هنا اللي هو ايه؟ النيوكليوسومات الملتفه هتكون حاجه اسمها خيط. انا برضو مش عارف ارسمها، بس ايه، انا بحاول اوصل لك الفكره. لازم طبعا تشوف الرسومات دي بنفسك في الكتاب وانت بتذاكر، تمام، عشان تفهم اصلا الدنيا ماشيه ازاي. يعني ارسم الخريطه في دماغك او اللي هو ايه شكل الدي ان ايه الملتف والنيوكليوسومات الملتفه عشان تبقى فاهم الدنيا. طيب فانا عندي ده نيوكليوسومات. حلو، نيوكليوسومات قللت لي حجم الدي ان ايه 10 مرات، انا عايز اقلله 100,000 مره عشان النواه تستوعبه. عملت ايه؟ جه لفيت نيوكليوسومات خليتها نيوكليوسومات ملتفه، قللته اكتر بس ده مش كافي. عملت ايه؟ جه وظيفه البروتينات التركيبيه الغير هستونيه. حلو، لان ما علينا، بس التركيبيه اللي هي الغير هستونيه يعني. طيب مش عايز ارجعك تاني للبروتينات عشان ما تفصلش. ماشي، فالبروتينات التركيبيه عملت ايه؟ النيوكليوسومات الملتفه دي كدستها اكتر في خيط اسمه كروماتين. حلو، يبقى على شكل حلقه كبيره. النيوكليوسومات الملتفه ترتبت على شكل حلقه كبيره من بمساعده ايه؟ البروتينات التركيبيه غير الهستونيه، كونت الكروماتين. يبقى ده خيط كروماتين. بص ده خيط كروماتين اللي هو ايه؟ اللي اللفه اللي انا بقولها لك دي. ماشي، بعد كده تكون خيط كروماتين مكثف. ما هو بيقعد، هي بتقعد تلتف حوالين بعضها، كل شويه يلف حوالين بعض. نيوكليوسومات تبقى نيوكليوسومات ملتفه. كونت كروماتين بمساعده ايه؟ البروتينات التركيبيه غير هستونيه. ماشي، عملت ايه؟ لفيت برضو خيط الكروماتين ده، يبقى كروماتين مكثف اهو، كروماتين مكثف. حلو، ماشي، ما علينا. في الاخر هيطلع لك ده الشكل ده. ايه الشكل ده؟ ده او هو بمعنى صح هو بيبقى عامل كده يعني. ماشي، عشان ايه؟ بيبقى كروموسوم ثنائي الكروماتيد. ماشي، النقطة دي اسمها سنترومير. يبقى دي تكثيف الدي ان ايه. كده اقدر احط خيط 2 متر جوه خلية قطرها او حجمها 2-3 مايكرون. حلو، او خلية قطرها فعلا 2-3 مايكرون، مش الحجم، خلية قطرها 2-3 مايكرون. ماشي، يبقى انا كده عملت تكثيف للدي ان ايه. ماذا بعد؟ هل اقدر اضاعف الدي ان ده؟ لا، الدي ان ايه بالشكل الكروموسوم ده ما اقدرش اضاعفه. بعمل ايه؟ بفك لحد النيوكليوسومات، يعني لازم افكها لحد ما يديني اللولب مزدوج عشان اقدر اقطعه بايه؟ بانزيم اللولب بعدين. طيب فلازم افك الالتفاف ده على الاقل لمستوى شريط من النيوكليوسومات عشان الدي ان ايه يعمل كقالب لبناء
ار ان اي. حلو. او دي ان اي برضه عادي يعني. ما هو انت ممكن تنسخ لو نسخت شريط مثلا معين بقى ار ان اي. الشريط اللي انت نسخته ده لو سبته وقطعت يعني مش عارف اوصفها لك بس انت عندك شريطين او الدي ان اي ده شريطين. حلو. لو فكيت ونسخت الشريط ده والشريط ده يبقى انت عندك دي ان اي ودي ان اي. يبقى انت كان معاك دي ان اي واحد بقى معاك 2 دي ان اي، او بمعنى صح اهي عشان ايه تبقى واضحه. حلو. ده كان دي ان اي، قطعت كونت بقى كل واحد بقى كل خيط معاه خيط كمان. حلو. هما كانوا خيطين فبقى 4. حلو اهو. فانت كان معاك دي ان اي واحد بقوا 2 دي ان اي. فانا كده كونت دي ان اي متضاعف. طيب انا لو عايز اكون ار ان اي بفك الخيط ده وانسخ الحته اللي انا عايزها. حلو. في حاجه اسمها، عايز افتكر اسمها بالعربي، المحفز. حلو. منطقه المحفز اللي هو بيقول لك انسخ الحته دي، ما تنسخش الشريط كله، لا انسخ الحته دي بس. حلو. فبتنسخها بتبقى ار ان اي لو نسخت شريط واحد ومشيت بيه. حلو. فعشان اعمل تضاعف بمعنى صح يعني ان ما ينفعش اعمل تضاعف بالشكل ده، لا لازم افك الكروموسوم او افكه على الالتفاف ده على الاقل ايه شريط من النيوكليوسومات. طيب فانا كان عندي خيط من الدي ان ايه لفيته حوالين مجموعه من البروتينات الهستونيه، بروتينات هستونيه، كون لي نيوكليوسومات. بقى النيوكليوسومات ملتفه. ماشي. ماذا بعد؟ عايز اقلل اكتر، تعمل ايه؟ تيجي دور البروتينات تركيبيه اللي هي غير هستونيه، بروتينات غير هستونيه. غير بروتينات تركيبيه اللي هي غير هستونيه يعني. طيب عملت ايه؟ عملت لك كروماتين. ماشي. ماذا بعد؟ تركيب المحتوى الجيني. كل جزيئات الدي ان اي ده او كل الجينات او كل الدي ان اي اللي موجود جوه الخليه بيطلق عليها المحتوى الجيني للفرد ده. طيب ايه المحتوى الجيني للفرد ده؟ اما ام سمول ار ان اي، تي سمول ار ان اي، او ار سمول ار ان اي. ما هو هنشرحهم بالترتيب الحصه الجايه او اللي يعتبر الفيديو الجاي. ام سمول ار ان اي، تي سمول او خلينا الاول ار سمول ار ان اي، تي سمول ار ان اي. الام سمول ار ان اي يمثل شفرة لبناء بروتين. ار سمول ار ان اي وتي سمول ار ان اي. تي سمول ار ان اي بيحمل الأحماض الأمينية. ار سمول ار ان اي ريبوسومات، يدخل في بناء الريبوسومات، يدخل في بناء الريبوسومات. طيب الريبوسومات اللي هي عضيات بناء البروتين يعني. طيب التي سمول ار ان اي بيحمل الاحماض الامينيه للريبوسومات الى الريبوسومات اثناء تكوين البروتين. يلا ماشي. فبمعنى صح تركيب المحتوى الجيني اللي هو ايه؟ الدي ان ايه ده بيحتوي على جينات. الجينات دي بتعمل ايه؟ بتحمل التعليمات اللازمه لنسخ تتابع من النيوكليوتيدات مسؤول عن بناء المركبات البروتينيه. بينسخ ايه؟ بينسخ تتابع النيوكليدات في الار ان اي الريبوسومي اللي هي ار سمول ار ان اي. ما هو ده ام سمول ار ان اي اسمه ار ان اي الرسول.
اسمه الار ان ايه، اسمه الار ان ايه الرايبوسومي. في اسمه الار ان ايه واسمه ترانسفورمر اصلا، الناقل، ار ان ايه الناقل. طيب فعندي المحتوى الجيني او الجينات الموجوده على الدي ان ايه بتمثل تعليمات لنسخ تتابع النيوكليوتيدات المسؤوله او المسؤوله عن بناء البروتين. حلو، او المركبات البروتينيه يعني. طيب ونسخ ايه تاني؟ النيوكليوتيدات تتابع برضو بالنيوكليوتيدات في الار ان ايه اللي اسمه الار ان ايه او الار ان الريبوسوم اللي بيدخل في بناء الايه الريبوسومات. مسؤول عن تتابع او نسخ تتابع من النيوكليوتيدات بتاعه التي سمول ار ان اي او ار ان اي الناقل اللي بيحمل الاحماض الامينيه اثناء بناء البروتين. طيب عندك تركيب المحتوى الجيني في اوليات وحقيقيات النواة، يعني اوليات النواة، اوليات النواة وحقيقيات النواة. طيب عايز اقول لك على حاجه، المحتوى الجيني في اوليات النواة المحتوى الجيني في اوليات النواة معظمه بيمثل شفر لبناء بروتين. اوليات النواة المعظم يمثل شفرة. يعني ايه؟ يعني في دي ان ايه لا يمثل شفرة، في تتابع من النيوكليدات ما بيمثلوش شفرة، لان عندك في حقيقيات النواة نسبة ضئيلة جدا تمثل شفرة والباقي ملوش لازمة او دوره مش معروف. حلو حلو. طيب يبقى نسبة ضئيلة جدا من الجينات مسؤولة عن او بتمثل شفرة لانتاج ار ان ايه او بروتين، اما الباقي غير معروف دوره. حلو حلو، او لا يمثل شفرة يعني. طيب انا عارف ان في كتابي القديم كان مكتوب اقل من 70%، بس الكتاب الجديد عدلها وقال لك نسبة ضئيلة جدا يعني. ماشي، فاحنا هنمشي بايه اللي هي نسبة ضئيلة جدا. طيب في حاجة اسمها دي ان ايه المتكرر. دي ان ايه المتكرر، ايه الدي ان المتكرر؟ شفرة بتتكرر ملهاش لازمة زي الاي جي اي جي، دي شفرة مكررة 100,000 مرة وملهاش أي لازمة أو دورها غير معروف. طبعا الترتيب ده من النيوكليوتيدات أو هي ترتيب القواعد النيتروجينية يعني، أو ترتيب النيوكليوتيدات دي ما بتمثلش شفرة، بتكون موجودة 100,000 مرة في الدروسوفيلا اللي هي ذبابة الفاكهة. وعندك برضو دي ان مكرر، هو طبعا غالبا الدي ان ما بيكونش مكرر، يعني في العادي الدي ان ايه ما بيكون موجود منه نسخة واحدة بس، لكن في بعض الحالات يعني مثلا الجينات المسؤولة عن بناء ار ان ايه الريبوسومي او الهستونات بتاعت الار ان ايه الريبوسومي اللي هو الار اسمه الار ان ايه او الريبوسومات. طبعا الجينات بتاعتهم بتكون مكررة مئات المرات عشان السرعة في انتاج البروتينات، الجسم محتاجهم بكمية كبيرة. طيب وعندك الاي جي اي جي التتابع ده بيكون موجود 100,000 مرة في الدروسوفيلا او ذبابة الفاكهة. ايه تاني عايز اقول لك؟ تعقيد الكائن الحي ملوش علاقة بكمية الدي ان ايه. طيب في نوع من السلمندر بيكون موجود 30 ضعف الدي ان ايه، يعني الانسان عنده 46 جزيء دي ان ايه، هو موجود عند نوع من السلمندر 30 مرة الدي ان ايه الموجود ده، مش 30 ضعف، 30 مرة. طيب ف السلمندر هو مش اعقد من الانسان. ليه؟ لان في نسبة كبيرة من الجينات لا تمثل شفرة. حلو، في الحبيبات الطرفية الموجودة على اطراف بعض الصبغيات برضه ما تمثلش شفرة. طيب بيقول لك وظيفة بعض الدي ان ايه الذي لا يمثل شفرة، لا يمثل شفرة. طبعا هو دوره مش واضح، فهو مش ما بيمثلش شفرة لإنتاج ار ان اي وبروتين.
ولكن بيقول لك ان ليه وظيفة في، او يعتقد ان ليه وظيفة على احتفاظ او بيعمل على احتفاظ الصبغات بتركيبها. وعندك ايه تاني؟ عندك بيعتبر بروموتر او محفز للمنطقة اللي بيبدأ عندها نسخ او تكوين الام سمول ار ان اي، اللي هو الار ان الرسول، الام سمول ار ان اي قصدي، اللي هو الار ان اي الرسول، اللي هو شفر الانتاج بروتيني يعني. فاهم؟ انا لسه قايلها لك تقريبا صح على ما اعتقد. اللي هو ده، قلت لك ان الام سمول ار ان اي شفر البناء بروتين. طيب فيعتقد ان التي ان اي الذي لا نسخ شفره بيمثل اشارات للمناطق اللي بيبدا من عندها نسخ او بناء ام سمول ار ان اي. حلو. او الار ان او الار ان اي الرسول اللي يمثل شفر بناء بروتين. طيب او المناطق دي اسمها محفز او بروموترين. طيب كده ما ناقصش غير الطفرات. الطفرات متقسمة ازاي؟ قالك على حسب توارثها، على حسب أهميتها، على حسب نوعها. يبقى الطفرات على حسب توارثها. في طبعا مين كمان هجيلهم كمان شوية. في على حسب توارثها عندك على حسب توارثها ازاي؟ تورث يبقى حقيقية، لا تورث يبقى غير حقيقية. يبقى طفرة تورث عبر الأجيال يبقى طفرة حقيقية، طفرة لا تورث عبر الأجيال يبقى طفرة غير حقيقية. شكرا. عندك أهميتها. في طفرات مرغوب فيها وطفرات غير مرغوب فيها، مرغوب فيها وطفرات غير مرغوب فيها. ايه الطفرات غير مرغوب فيها؟ العقم في النبات اللي بينتج عنه نقص في المحصول. عندك التشوهات الخلقية في الإنسان. حلو. يبقى الغير مرغوب فيها العقم في النبات اللي بيقلل أو بيعمل على تقليل أو اللي بينتج عنه نقص في المحصول يعني. و التشوهات الخلقية في الإنسان، خلقية في الإنسان. طيب المرغوب فيها زي إيه؟ طبعا المرغوب فيها بتكون قليلة، يعني الطفرات مش يعني كل فين وفين تلاقي طفرة مرغوب فيها، فاهم قصدي؟ إنما أغلب الطفرات بيكون غير مرغوب فيها. طيب فأنت عندك طفرات مرغوب فيها زي سلالة أنكن في الأغنام. إيه سلالة أنكن في الأغنام؟ سلالة من الأغنام بس بتكون رجلها مقوسة، يبقى رجلها قصيرة ومقوسة فما بتقدرش تنط من فوق سور الحظيرة. طيب هي طبعا بتكون طفرة مرغوب فيها للإنسان. طب طفرة على حسب نوعها. استنى عشان افتكرت التانيين. مكان حدوثها ومنشأها. طيب تغير في نوع الطفرة. فانت عندك طفرات ماشيجية وطفرات صبغية. ايه الفرق بينهم؟ انا قلت تغير في النوع صح. فرقت بين الطفرات في توارثها. عندك حقيقية وغير حقيقية. حقيقية بتتوارث عبر الأجيال، غير حقيقية لا تتوارث. أهميتها قلنا مرغوب فيها وغير مرغوب فيها. لو المرغوب فيها اللي هي أنكن ويعمل على أكثر منها عشان الأغنام بقت رجلها قصيرة ومقوسة وما بتنطش مع عصور الحصيرة، حاجة ضحك يعني، فعملنا على أكثر. طيب غير مرغوب فيها زي العقم في النبات واللي بتأدي لتقليل المحصول طبعا، أو نتيجة إيه؟ نتيجة لكده بيقل المحصول. حلو. بينتج عنه نقص في المحصول. طيب التشوهات الخلقية في الإنسان. طيب قلنا هنقول مكان حدوثها ومنشأها. ماشي نخلص النوع بس الأول. عندك طفرات جينية وطفرات صبغية. جينية وصبغية.
يعني ايه جينية؟ تغير في التركيب الكيميائي للجين. يعني ايه؟ ترتيب القواعد النيتروجينية. يبقى التغير في التركيب الكيميائي للجين، وخاصة ترتيب القواعد النيتروجينية. فبالتالي أنا بغير الجين أصلا، بغير في تكوين أو بخلي في لما أغير في ترتيب النيوكليوتيدات بكون بروتين غير اللي أنا كنت هكونه في الأول. يبقى بغير في تكوين أو تكوين بروتين مختلف بيعمل على ظهور صفة جديدة غير اللي أنا كنت عايزها. طيب، فأنت عندك خلي بالك التركيب الجيني أو التغير قصدي في الجين بيحصل بتبديل أو حذف أو إضافة نيوكليوتيدات جديدة للجين. طيب، اللي هي الطفرات الجينية. فأنت عندك صفة اسمها صفة، أنا بحاول أفتكر الاسم بس تقريبا المحق، اللي هي نقص إفراز صبغ الميلانين. فبيعمل حاجة اسمها المحقة، اللي هو تغيير في تركيب جين المسؤول عن لون البشرة. فبيكون أو بيكونش قصدي بروتين اللي هو بتاع صبغ الميلانين. فبيكونش بروتين صبغة الميلانين أو صبغ الميلانين، فاسمها المحقة مش المحقة. طيب، فالنوع عنده طفرات جينية وطفرات صبغية. الجينية عرفتها، الصبغية ايه؟ قالك الصبغية تغير في عدد الصبغيات. زي يعني ايه عدد الصبغيات؟ قالك والله اما زيادة اما نقص اما تضاعف عدد الصبغيات. طيب، فالطفرات الصبغية في منها عدد الصبغيات او تركيب الصبغيات. تركيب الصبغيات تغير في عدد الصبغيات بالزيادة. زي ايه؟ انت عندك الطبيعي اكس، ما في انثى وذكر. الذكر هتلاقيه اكس واي او بمعنى اصح 44 زائد اكس واي، هما 46. 44 واتنين اللي هما الاكس والواي يبقى 46 كروموسوم، 46 جزيء دي ان ايه. طيب، فانت عندك 44 زائد اكس واي يبقى ذكر، عندك 44 زائد اكس تبقى انثى. الزيادة يعني ايه الزيادة؟ قالك في حالة اسمها ترنر وكلاين فلتر. ذكر كلاين فلتر وانثى ترنر. ماشي، ذكر كلاين فلتر وانثى ترنر. مين كلاين فلتر ده؟ او مين ذكر كلاين فلتر اقصد؟ انت مالك بكلاين فلتر؟ عالم يا عم. طيب، قال لك ان الذكر بيزيد عنه الصبغ اكس، يبقى ده تغير في نوع طفرة تغير في نوعها، هي طفرة صبغية. تغير في عدد الصبغيات بالزيادة. زودت ايه؟ زودت صبغي اكس، فبقى 44 زائد اكس واي، بقى ذكر كلاين فلتر. حلو، مش عليك الاعراض بتاعته ماشي، بس هي طفرة يعني بيبقى ذكر عقيم غير قدر الانجاب. طيب، 44 زائد اكس نقص في عدد الصبغيات، فبقت 44 زائد اكس، او بمعنى اصح نقصت الصبغ اكس. 44 زائد اكس ساعات بتتكتب اكس او كده، فاهم؟ اللي هي مفيش صبغ واي نوت، او اسمها مفيش صبغ هنا، يعني مفيش صبغ الواي، فساعات بتتكتب اكس تحسها اكس او كده، فاهم؟ بس هي 44 زائد اكس يعني اللي هو بيقولك مفيش واي. طيب، او مفيش اكس تانية. ف 44 زائد اكس انثى ترنر. طيب، فانا كده عرفت عدد الصبغيات بحيث الزيادة والنقصان. عايز اعرف التضاعف. قالك اما طبعا هو ليه التضاعف بيحصل؟ انت عندك الطبيعي ان الكروموسومات بتنفصل، فبقت كروماتيدات قصدي بتنفصل، فتديك خليتين نفس او الخلية الواحدة فيهم نفس الام. فانت عندك خلية لو ما تكونش
او لم تنفصل الكروماتيدات اثناء او بعد الانقسام، بعد انقسام السنترومير ما انقسمتش الكروماتيدات، فبالتالي بقى عندك تضاعف صبغي. في حاجه اسمها، ده اول سبب. تاني سبب قال لك عدم تكوين الغشاء البنوي. ايه هو الغشاء البنوي؟ مش دي كروماتيدات، في خيوط مغزل بتشدهم. لما خيوط المغزل تشد الكروماتيدات دي، فبالتالي بتنفصل. يعني هي السبب الاولاني اللي هو عدم انفصالها مش موجود، لا هي انفصلت اهي. حلو، فصلت الكروماتيدات عن بعضها، يبقى كان المفروض ما يحصلش تضاعف صبغي. ماشي، كونت بعد كده غشاء بنوي عشان افصل الخيطين عن بعض. ما هو بيكون غشاء بنوي بعد كده بيبتدي الخيطين دول ينفصلوا، هتلاقيهم بينكمشوا كده وبعد كده ينفصلوا من النص. طيب اما في حالة التضاعف او في حالة عدم تكوين الغشاء البنوي اللي هو الخط الاصفر ده ما اتكونش، فايه اللي يحصل؟ بدل ما اديك خليتين كل واحدة فيها العدد الطبيعي، لا اداك خلية كاملة فيها 2 او ضعف العدد الطبيعي. يعني لو افترضت ان دي نون ودي نون المفروض كانوا ينفصلوا عن بعض يكون لك خليتين نون ونون، لا ما انفصلوش، او ما تكونش، انفصلوا بس ما تكونش الغشاء البنوي، فاداك خلية 2 نون. حلو، او الضعف الاصلي. طب التضاعف، قال لك والله في تضاعف في النبات. ماشي، في عالم النبات، في عالم الحيوان، في عالم الانسان. النبات فيه عندك 2 نون، 3 نون، 4 نون، 6 نون، 8 نون، لحد 16 نون، إلى أو حتى 16 نون. ده طبعا الجينات بتكون موجودة منها الضعف، فبالتالي ده بيظهر في حجم الثمار وطولها، فبتلاقي عندك الثمرة كبيرة. ده غير المرشوش، ما تقوليش في حاجات كبيرة يعني، فاهم؟ في فرق بين التضاعف ورش الثمرة اللي هي ايه، ما علينا. طيب في عالم الحيوان قال لك قبل ما نخش في عالم الحيوان، في حاجه اسمها التعدد الرباعي، زيادة التعدد الرباعي اللي هي 4 نون. يعني في منها كتير، يعني بعض المحاصيل الموجوده اللي احنا بنستعملها زي القمح، القطن، العنب، التفاح، الكمثرى، الفراوله، في كتير منها اللي بنستخدمه يعني ذات تعدد رباعي بيبقى 4 نون. طيب في عالم الحيوان قال لك والله بتظهر زي التضاعف الصبغي بس بيقل ظهورها عشان مسؤولة عن تحديد الجنس. يعني ايه مسؤولة عن تحديد الجنس؟ نسبة عدد الصبغات الجنسية للجسدية أو الجسمية بيكون ثابت. اختلاف النسبة دي ما تقدرش تحدد جنس المولود اللي هو ذكر أو أنثى، فبالتالي بيقل ظهور أو بتقل ظاهرة التضاعف الصبغي، لكن بيقتصر وجودها على بعض الأنواع اللي هي بتكون خنثى. في ايه وايه؟ قال لك القواقع والديدان اللي بتكون خنثى، اللي ما عندهاش مشكلة أصلا في تحديد الجنس، هي خنثى، فاهم؟ طيب القواقع والديدان. ماشي. الإنسان لو حصل تضاعف ثلاثي بيكون مميت. يعني لو في 3 نون هيبقى مميت، يعني هيتولد ميت، أو ممكن ما يتولدش أصلا، ممكن، ما علينا. فالتضاعف الثلاثي وجدوا إن هو مميت. طيب بس في الكبد والبنكرياس ساعات بيحصل لهم تضاعف صبغي. يعني التضاعف الثلاثي مميت، ولكن بعض خلايا الكبد والبنكرياس بيحصل لها تضاعف صبغي عادي. طيب
عرفت الطفرات من حيث نوعها، او لا، من حيث ان هي نوعها تصنيف بحسب النوع في عدد الصبغيات وتركيب الصبغيات. تركيب الصبغيات، عرفت عدد الصبغيات سواء بالزيادة او النقص او التضاعف. قلنا الزيادة كانت في ذكر كلاين فلتر اللي هو 44 زي الاكس اكس واي. قلنا النقص زي انثى ترنر اللي 44 زي الاكس. عندك التضاعف بيحصل في النبات. في النبات هتلاقي 2 نون 3 نون 4 نون 6 نون 8 نون لحد 16 نون. طيب وقلنا في بعض المحاصيل اللي بنستخدمها بتكون ذات عدد رباعي. قلنا زي ايه؟ قلنا قمح، قطن، عنب، تفاح، كمثرى، فراولة وغيره. طيب بيكون ذات عدد رباعي اللي هو 4 نون. قلنا في عالم الحيوان بيتقل الظاهرة عشان عدد الصبغيات بيحدد الجنس. يعني ايه؟ نسبة عدد الصبغيات الجسمية أو الجسدية لعدد الصبغيات الجنسية بيحدد الجنس المولود. أما في بعض أو يقتصر وجود التراوح الصبغي ده على بعض الأفراد الخنثى اللي هي زي الديدان والقواقع اللي هو مش فارق معاهم تحديد الجنس أصلا، هم أفراد خنثى. طيب قلنا ده في الحيوان. طيب الإنسان قال لك التراوح الثلاثي مميت، ولكن بعض خلايا الكبد والبنكرياس بيكون فيهم تراوح صبغي عادي. طيب فانا كده عرفت النوع من حيث عدد الصبغيات. طيب انا عايز اعرف تركيب الصبغي. انا خلصت عدد الصبغيات. طيب عايز اعرف تركيب الصبغيات. ايه تركيب الصبغيات؟ قال لك والله انت لو قطعت جزء لفيته 180 درجة ركبته تاني او ركبته في صبغ تاني بتفرق. يعني ايه؟ يعني يحصل طفرة. يعني عندك ده كروموسوم او كروماتيد او صبغي، يعني ما علينا. الجزء ده رحت جاي قطعه ولفيته 180 درجة اللي هو عكسته. بص هو مثلا ليه بص اهو عشان افرق لك افهمك ان انا لفيت الجزء ده. طيب ده الجزء اهو ماشي. اللي هلف الجزء ده 180 درجة ازاي؟ مش انت عايز تلف الجزء ده 180 درجة؟ كده يعني مش عارف اصلا انا كنت بعملها ازاي؟ طب مش عارف اعملها. طيب قسيت الجزء ده ورحت جاي لف اللي هي القطعة دي بس، رحت جاي لفه 180 درجة قلبتها يعني خليت الاخضر تحت، فاهم؟ عكست الحتة دي كده ماشي. حلو. وركبتها تاني كملت الصبغ تاني يعني. فايه اللي يحصل؟ لما لفيت 180 درجة حصل طفرة، بس طفرة على حسب نوعها، طفرة في تركيب الصبغيات. طيب نفس الكلام برضو لو بدلت او حذفت جزء من الصبغيات، بس بدلت بتفرق. لو ده صبغي وده صبغي بدلت الجزئين دول ببعض، اللي هو المقطع ده بدلته بالمقطع ده ركبتهم مكان بعض، بس دول لو مركز هتلاقيهم غير متماثلين. الصبغيات غير متماثلة، مش غير متماثلة كده يعني ماشي. الصبغيات غير متماثلة يعني. أما لو متماثلة بيعتبر كان اسمها ايه؟ ما اسمهاش طفرة، لو اسمها عبور وراثي. لو جبت صبغيين متماثلين وبدلت نفس القطعة مكان بعضها فاسمها عبور وراثي مش تنوع. اما الطفرة لو بدلت القطعتين دول بس في جينات غير متماثلة او صبغيات غير متماثلة ماشي. وعندك برضو لو لفيت قطعة 180 درجة. طيب او زيادة او نقص في عدد الصبغيات، يعني قصيت الجزء ده وركبت الاتنين ببعض تمام، بيحصل طفرة نوعها ايه؟ تركيب صبغيات. طفرة نوعها صبغية اقصد، في تغير في تركيب الصبغي. طيب خلصت نوعها وعايز اخش على مكان حدوث الطفرة ومنشأها. طيب طبعا لمكان حدوث الطفرة قال لك والله انت عندك
طفرات مكان حدوثها إما طفرات مشيجية إما طفرات جسمية، مشيجية وجسمية أو جسدية يعني. طيب طفرات مشيجية بتحصل في الخلية التناسلية، في الخلايا التناسلية أو اللي هي الأمشاج، وخلي بالك دي تورث فبتظهر على الجنين. يبقى الطفرة المشيجية تورث. معلش الكاميرا فصلت بس خدت بالي المرة دي انها فصلت الحمد لله ان انا خدت بالي. طيب فانت عندك الطفرة مكان حدوثها ايه؟ اما مشيجية اما طفرة مشيجية اما طفرة جسمية او جسدية. المشيجية بتحصل فين؟ في الخلايا التناسلية او اللي هي الامشاج يعني. اما وهي بتورث بتظهر على الجنين، بتظهر كصفة جديدة على الجنين الناتج يعني وتورث. طيب الجسمية أو الجسدية بتظهر مفاجأة على العضو، يعني أعراض مفاجئة أو مفاجأة، اسمها بتتكتب ازاي؟ بتظهر كعرض مفاجئ على العضو اللي هي أو العضو اللي حصل فيه الطفرة دي. طيب وقلنا إن هي طفرة جسدية. طبعا الطفرة دي بتكون أكثر شيوع في النباتات اللي بتتكسر خضريا، فممكن تلاقي نبات عادي خرج منه فرع بس في صفات مختلفة عن النبات العادي، فالفرع ده ممكن تاخده كده تقصه فاهم، بتخليه يتكسر تاني أو تعمل على إكساره يعني لو الصفة اللي ظهرت مختلفة دي مرغوب فيها. طيب عايز أعرف منشأها. الطفرة دي إما تكون تلقائية إما تكون غير تلقائية. يعني إيه تلقائية وغير تلقائية؟ يبقى المنشأ بتاعها قلنا الطفرات إما تكون تلقائية أو مستحدثة. غير تلقائية ومستحدثة يعني مستحدثة حدثت بتدخل الإنسان، أما التلقائية حدث لوحدها. وطبعا مش محتاج أقولك إن التلقائية اللي بتحصل لوحدها دي بتكون نادرة في الكائنات الحية. طيب بتحصل إزاي؟ قالك الأشعة الكونية، قالك الأشعة فوق البنفسجية، المركبات الكيميائية الدبان فيه يبقى أنت عندك الأشعة، أشعة قالك أشعة كونية، قالك أشعة فوق بنفسجية، فوق بنفسجية، قالك مركبات كيميائية. كل دي حاجات من الطبيعة فعملت طفرة تلقائية. حلو حلو دون تدخل الإنسان. طبعا مهمة في عملية تطور الأحياء. طيب طفرة مستحدثة يعني حدثت بتدخل الإنسان. طيب الإنسان إما استخدم مواد طبيعية، هي الطفرة المستحدثة حدثت بتدخل الإنسان، الإنسان اتدخل. طيب إما تدخل الإنسان ده إما استخدم عوامل طبيعية أو مواد كيميائية. عوامل طبيعية زي إيه؟ استخدم مثلا هو تدخل الإنسان برضو يعني هو اللي استخدم أشعة جاما، أشعة إكس. عوامل طبيعية استخدم أشعة جاما، أشعة إكس، الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة فوق البنفسجية. طيب دي عوامل طبيعية استخدمها الإنسان عشان يعمل طفرة مستحدثة. طب لو استخدم المواد الكيميائية، المواد الكيميائية زي إيه؟ زي غاز الخردل، زي مادة مادة الكولاشيسين أو كولاشيسين. مادة الكولاشيسين دي بتمنع انفصال الكروماتيدات أثناء الانقسام الميزي الأول، فبتمنع أو بتخليش خيوط المغزل تفصل الكروموسومات. حلو، أو تفصل الكروماتيدات أقصد، فبتعمل تضاعف صبري من الآخر، بتعمل تضاعف عدد الصبريات. فالمواد الكيميائية اللي استخدمها الإنسان إما غاز الخردل إما مادة الكولاشيسين إما حمض النيتروز.
and النيتروز، اما مادة الكوليشيسين. حلو حلو. بعمل ايه؟ بعمل طفرات مستحدثة، واغلب الطفرات دي بتكون غير مرغوبة، بس الانسان بينتقي منها الصفة المرغوبة او الطفرة المرغوب فيها. زي ايه؟ قال لك في طفرات حصلنا عليها مرغوب فيها، اللي احنا زودنا او عمل على تكوين اشجار. الاشجار دي بتحمل فواكه حجمها كبير، خالية من البذور، حلوة المذاق، فدي صفة مرغوب فيها أو طفرة مرغوب فيها. طيب عملنا ايه تاني؟ عملنا حاجة اسمها البنسلين أو البنسلين. في فطر اسمه فطر البنسليوم. الفطر البنسليوم ده بيخرج أو بيصنع مادة البنسلين. حلو. فاحنا عملنا ايه؟ عملنا طفرة خلت فطر البنسليوم ده ينتج كميات كبيرة من البنسلين، اللي هو يعتبر مادة أو اسمه مضاد حيوي. عارف المضاد الحيوي اللي بتاخده؟ طيب ده أصلا مضاد حيوي. فطر البنسليوم بينتج بنسلين تلقائي اللي هو المضاد الحيوي. احنا عملنا طفرة خلينا فطر البنسليوم ده ينتج كمية كبيرة من البنسلين أو المضاد الحيوي، فدي طفرة حلوة احنا استخدمناها، يعني طفرة اسمها مرغوب فيها. طيب فأنا عرفت الطفرات، قلت لك توارث يعني ايه، حقيقية من غير حقيقية وغير حقيقية. حقيقية توارثت عبر الأجيال، غير حقيقية لم تتوارث عبر الأجيال. أهمية الطفرة قلت لك مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها. غير مرغوب فيها زي التشارج الخلقية في الإنسان أو العقم في النبات اللي بيؤدي للظهور أو بيقلل تكوين المحصول، يعني نتيجة الطفرة دي بيقل إنتاج المحصول. طيب مرغوب فيها زي إيه؟ زي سلالة أنكل من الأغنام ذات أرجل قصيرة مقوسة، فبالتالي ما بتنطش من فوق سور الحظيرة، ما بتبوظش المحاصيل اللي جنبها. ماشي. دي الأهمية. مكان حدوثها قلت لك طفرة إما مشيجية يا إما جسمية أو جسدية. حلو. المشيجية قلت لك تحصل في الخلايا التناسلية أو الأمشاج، وبتظهر كأعراض على الجنين وتورث في الكائنات الحية. طيب الجسمية أو الجسدية قلت لك تظهر عرض مفاجئ على العضو اللي حصل فيه الطفرة دي. جميل. قلت ايه تاني؟ بتحصل اكتر في اللي اسمها ايه، الاشجار اللي بتتكاثر خضريا او النباتات اللي بتتكاثر خضريا، فبتلاقي فرع او غصن خرج بيحمل صفات مختلفة عن الشجر العادية او عن النبات العادي، يعني تلاقي غصن خرج صفاته مختلفة. لو الصفة دي حلوة ومرغوب فيها بتاخد الغصن ده تقطعه تزرعه تاني بنفسك، تعمل على إقصاء. طيب تصنيف الطفرة تبعا لمنشأها. قلت لك في طفرات تلقائية وطفرات مستحدثة. الطفرات التلقائية بتكون نادرة طبعا، بتحصل بسبب الطبيعة عادي بدون تدخل الإنسان. عندك أشعة كونية، أشعة فوق بنفسجية، مركبات كيميائية. طيب طبعا مهمة الطفرة بتكون مهمة في عملية تطور الأحياء. طيب الطفرات في طفرات مستحدثة بتدخل الإنسان يا إما يستخدم مواد كيميائية أو يستخدم عوامل طبيعية. يستخدم عوامل طبيعية زي إيه؟ أشعة جاما، أشعة إكس، أشعة فوق بنفسجية. طيب يستخدم مواد كيميائية زي غاز الخردل أو حمض النيتروز أو مادة الكوليشيسين. قلت لك إيه تاني؟ قلت لك الطفرات اللي حصلنا عليها والحلوة المرغوب فيها، يعني طبعا لأن معظم الطفرات دي بتكون غير مرغوبة بس الإنسان بينتقي منها ما هو مفيد. حلو. قلت لك الأشجار خلينا الفواكه اللي فيها حجمها كبير، خالية من البذور، حلوة المذاق. طيب كترنا من صناعة المضاد الحيوي أو البنسلين. إزاي؟ إن إحنا علينا إنتاج فطر البنسليوم من المادة البنسلين. طيب من خلال طفرة طبعا. طيب نوعها إيه؟ قال لك تصنيف الطفرة على حسب النوع. قال لك والله في طفرات جينية وطفرات صبغية. طفرات جينية حصل خلل في ترتيب
النيوكليوتيدات او ترتيب القواعد النيتروجينيه، فبالتالي كون بروتين غير اللي انت عايزه، بروتين مختلف، فبالتالي ظهر صفه مختلفه. عندك صفه المعقه اللي بتحصل في الانسان، اللي ما بتنتجش البروتين المسؤول عن تغير، او البروتين المسؤول عن تكوين صبغ الميلانين. يبقى بروتين صبغ الميلانين ما تمش انتاجه عشان عشان حصل طفره يعني اسمها المهقة. طيب طبعا صبغ الميلانين اللي هو بروتين لون البشره. في عندك على حسب النوع في طفرات صبغيه، ماشي، صبغيه، عدد الصبغيات وتركيب الصبغيات. عدد الصبغيات اما بالزياده اما بالنقص اما بالتضاعف. تضاعف صبغي زياده زي في حاله كلين فلتر، قلت لك الطبيعي اكس 44 زائد اكس اكس او اكس واي. طيب لو حصل زياده في صبغ اكس في الذكر يبقى 44 زائد اكس اكس واي، يبقى ده ذكر كلاين فلتر، وبالمناسبه بيكون عقيم يعني غير قادر على الانجاب. فده الزياده في عدد الصبغيات. حلو. قال لك النقص، لو نقصت اكس من الانثى يبقى 44 زائد اكس اللي هي بتاعت انثى ترنر. ماشي. التضاعف قلت لك اسباب التضاعف ايه؟ عدم انفصال الكروماتيدات اثناء الانقسام او اثناء انقسام السنترومير. طيب او الكروماتيدات انفصلت بس ما كونش الغشاء البنوي الفاصل بينهم. جميل. ايه تاني؟ قلت لك الطفرات اللي او التضاعف الصبغي ده في عالم النبات والحيوان الانساني. في عالم النبات ممكن تلاقي نباتات 2 نون 3 نون 4 نون 6 نون 8 نون لحد 16 نون. طبعا بعض النباتات اللي انت بتستخدمها زي القمح والقطن وغيره والفراولة يعني وكده بتكون ذات اسمها ايه، او 4 نون يعني، ذات او رباعية التضاعف يعني، اسمها 4 نون، مش نسيت اسم ما علينا، بتكون 4 نون يعني. ماشي. في عالم الحيوان قلت لك نسبة الخلايا او نسبة الكروموسوم، انا فصلت والله. نسبة الصبغيات الجنسية للصبغيات الجسدية بتحدد نوع الجنس، يا اما ذكر يا اما انثى. طيب فبالتالي بتقل او بتقل ظاهرة التضاعف الصبغي في الحيوانات، ولكن بيقتصر دورها على الحيوانات اللي او الخنثى زي الديدان والقواقع، لان اصلا ما عندهاش مشكله في تحديد الجنس. طيب قال لك في الانسان التضاعف الثلاثي بيكون مميت. طيب ولكن بعض خلايا الكبد والبنكرياس بيكون فيها تضاعف صبغي عادي. ماشي. خلصنا عدد الصبغيات. ماشي نخش على التركيب الصبغي. قال لك والله تركيب الصبغي نسيت اقول لك على حاجه. ماشي بعدين. التركيب الصبغيات بيكون اما تبديل او حذف او عكس، اللي هو قلب اسمه ايه، قطعت جزء معين من الكروماتيد ولفيته. ماشي. يبقى بدلت جزء من الصبغي او من جزء من الصبغيات، او حذفت او لفيت 180 درجة. ماشي. بس بدلت في صبغيات غير متماثلة، لان لو صبغيات متماثلة اسمها عبور وراثي ما اسمهاش طفرة. ايه تاني؟ خلصنا تركيب الصبغيات، بس خلصنا الطفرات وتركيب المحتوى الجيني والدي ان ايه في اولاد وحقيقة النوايا، وكده خلصنا الدرس. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم.